السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متابعينا الكرام. في هذا الفيديو الجديد سوف نشارككم بثلاث شروط يفرضها المدرب العراقي السيد عدنان درقال على المدرب الأسباني كاساس، والمدرب الأسباني كاساس بيخضع لهذه الشروط من أجل استمرار المنتخب العراقي وأن يكون مؤهل بانتصارات الفوز على منتخب سلطنة عمان والمنتخب الكويتي. وأيضا عدنا لكم بأخبار مهمة جدا بخصوص وأهمية اللاعبين، وبدأوا باستعداد تام لانطلاق الدورية الكبرى. وأيضا سنتكلم عن تفاصيل هامة عن تصريح المدرب العراقي فيصل العزيز، واللي بيأكد أنه لو كان بدال المدرب الأسباني كاساس عند تدريب، وأنه لو كان بدال المدرب الاتحاد العراقي عدنان درقال لقام بإبعاد المدرب الأسباني كاساس عند تدريب المنتخب العراقي. وأكد أن كاساس لم يضف شيئا للمنتخب العراقي. وأيضا أكد أن كاساس لا يحق له أنه يطالب بزيادة في عقده. وأكد أن كاساس بيروج لنفسه. وأكد أن كاساس لم يحقق إلا 2 من الانتصارات ضد منتخب فيتنام والفلبين. وإلى هنا سوف نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد، وأيضا لكي يصلك آخر أخبار منتخبك الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.